واخر حاجه، لو انت مش عايز تشتري حاجه مستعمله، لو انت مش متقبل فكره المستعمل وبالنسبه لك دي حاجه يعني ما بتحبهاش، فانت ممكن تشتري حاجات جديده من الاوتلت. في اوتلتس هنا موجوده في المانيا، لو عايزين تعرفوها ابقى اعمل لكم فيديو عنها. بتبقى فيها تخفيضات كويسه. يعني انا ده برضو هنا، ده ده ناعم جدا. انا مش عارفه انتوا شايفين السوفتنس بتاعته ولا لا، بس ناعم جدا جدا جدا. وده كنت جايباه جديد. فالحاجات اللي زي كده بيحطوا لك كمان، بيحط لك معاها عينه من عينات الخيط الكشمير عشان تطمن ان الجوده بتاعته كويسه. فده كنت جايباه من اوتلت 100% كشمير. وده خليط ما بين كشمير ما بين صوف، والاتنين برقبه عشان الشتاء، فانا يعني عشان يدفوني. كنت جايبه الاتنين، كان عليهم خصم 50% 60%. يعني الكشمير بتاعي كان عليه خصم حوالي 50%، وده كان عليه خصم حوالي برضو 50 60%. فالاتنين غالبا دفعت فيهم 130 يورو حاجه زي كده. فلو تقدر تجيب جديد هات اللي يريحك براحتك. لو ما تقدرش ممكن عندك اوبشن انك تشتري حاجه تكون بري اوند او يعني مستعمله بس نظيفه، يعني مش مقطوعه ولا متبهدله ولا متهرهره يعني فهي حاجه كويسه. ولو ما تقدرش خالص 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 هات يونيكلو، مشي بيه حالك لحد ما الدنيا تظبط معاك وتقدر تجيب حاجه تانية. في النهايه موضوع اللبس ده يعني موضوع كبير. يعني احنا كمان لما بنيجي احنا متدفيين بقى وجايين من مصر او جايين من بلادنا، بلاد عربيه الجو فيها في الاغلب حلو. الجو فيها مش ساقعه او ما بيبقاش برد قارس زي النهارده. النهارده الصبح كانت -4. فهتروح فين في -4 لو انت مش لابس كويس؟ الموضوع صعب جدا. فاحنا ما تعودناش نلبس ازاي اصلا في الجو ده. فانا الحاجات دي اتعلمتها مع الوقت. انا بقالي 10 سنين هنا، فمع الوقت ابتديت بقى اجرب واشوف ايه الحاجات اللي تنفع وايه الحاجات اللي ما تنفعش. فدي يعني انسب حاجه بصراحه انا ممكن اشرحها لكم لو حد جاي جديد او حد عايش هنا في المانيا ومش عارف لسه يتاقلم مع الجو، يلبس ايه او ما يلبس ايه. فدي يعني افضل حاجه تعملها. ومش شرط بقى تشتري 50 60 بلوفر. انا افضل يعني ارشح لكم بدل ما تشتري مثلا 10 بلوفرات رخاص مثلا زي ده اللي انا كنت جايباه في الاول ده. هو شكله حلو وكل حاجه، يعني اللي يشوفه مش هيديه اصلا 13 يورو، شكله بجد كويس. ولكن ليك انت ككواليتي عليك انت اللي لابسه. فانت يعني اكيد هتهتم يعني ان هو يدفيك او لا اكتر من شكله. فما رشحش ان انت تشتري حاجات رخيصه كتير. ارشح لك بدل ما تشتري 3 4 بلوفرات رخاص، هات لك واحد غالي ويدفيك ويبقى كويس. ومش لازم تشتري اصلا. عامه لبس الشتوي كله على بعضه انت مش محتاج اكتر من 3 او 4 بلوفرات يكونوا بيسك، الوان بيسك او الوان نيوترال تمشي على كل حاجه. واحد مثلا بيج زي كده، واحد مثلا رصاصي، وواحد اسود، وواحد كحلي. انت مش محتاج اكتر من دول. هما الاربع الوان دول هيمشوا معاك في اي حته يعني. بيج واسود ورصاصي وكحلي. لو عرفت تجيب دول فانت خلاص يعني توفقهم بقى بعد كده على كام بنطلون على الجاكيت بتاعك، والدنيا هتمشي. مش محتاج تصرف كتير على الهدوم. انا بالنسبه لي عشان كنت طالبه، فانا موضوع ان انا اصرف على الهدوم ده كان حاجه يعني مشكله بالنسبه لي، ان انا كمان اعرف اشتري حاجه كويسه. فدايما يعني كنت بدور كتير، بدور اونلاين وانزل ادور في محلات، ولما بسافر احاول اشوف حاجه تكون يعني سعرها مناسب ليا. واكيد في ناس زيي، يعني انا مش اخر واحده يعني في الكوكب يعني. موضوع الماديات ده هنا فارق معايا. في ناس كتير يعني ممكن ما بتفضلش انها تصرف كتير في اللبس عشان عايزه تصرف في حاجه تانية اهم او عندها اولويات اهم. فما تضغطش نفسك. حاول تجيب حاجات في قدامك كذا اوبشن. حاول تجيب الحاجه اللي تناسبك، والحاجه الكواليتي بتاعتها تكون كويسه. الجو شتاء ما نستخسرش يا جماعه لو نقدر. ولو ما نقدرش نجيب حاجه نوعا ما اهو تمشينا، يعني عشان ايه ما نتعبش وما نتبهدلش هنا. لانك لو عييت هنا موضوع تاني يعني. حاجه مش حلوه انك تكون تعبان هنا ولوحدك. فالافضل انك تدفي نفسك وتحافظ على نفسك كويس. ولو حد فيكم جرب براند تانية او ماركه معينه وحابب يعني ان هو يشاركها يعني معانا، يكتب لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه جربها في انواع الهدوم الشتوي وعجبته، ويرشحها كمان لحد تاني. في حاجه عايزه اقولها بمناسبه الكشمير حاجه حصلت معايا انا يعني لما عرفت ان الكشمير احسن حاجه تتلبس وكده، فكنت بدور على بلوفرات كشمير كتير. ف غاليين جدا جدا جدا. فما كنتش لسه اعرف اوبشن ان انا ممكن اشتري مثلا مستعمل او حاجه زي كده. وما كنتش اعرف موضوع الاوتلتس ده. فدايما بدور اونلاين فبيطلع لي حاجات غاليه قوي. فمش عارفه اشتري كشمير. فاتصلت بواحده من اخواتي، فبقول لها ده انا عايزه اجيب كشمير مش عارفه ايه بس غالي قوي ومش عارفه يعني البس ايه، وبتعب يعني وانا طالعه بره. راح قالت لي ازاي ده انا كل هدومي كشمير، لما تيجي مصر نبقى نشتري كشمير. فقلت لها بجد؟ قالت لي اه ده عادي يعني في كل حته. تمام تمام.
فاستنيت بقى، ما جبتش اي حاجه، استنيت لحد ما نزلت مصر. فرحت لها، كانت عازمانه وكده، فرحت لها فقلت لها بعد ما خلصنا وريني بقى الكشمير اللي عندك. فلقيتها لقيتها بتفتح الدولاب، بتطلع لي حاجات لونها ما بين بينك ما بين بطيخي، يعني اللون اللي هو البينك ما بين الالوان كده، درجه لون غريبه كده عندنا منتشره في مصر. فاتاري درجه اللون دي مسمينها كشمير في مصر، بيقولوا عليها كشمير معرفش ليه. فهي مطلعه لي بقى، عماله تطلع لي في البلوزه ومش عارفه في الطرحه وفي حاجات، تقول لي دول كشمير، كلهم كشمير. دول مش كشمير، دول نفهم الاول يعني ايه كشمير، وبعدين يعني ضيعت العرض. يعني انا كان عندي عرض هنا، كان في عرض كنت لقيته وما جبتوش بسبب ان هي عشمتني ان هلاقي يعني حاجه كويسه في مصر. فخلي بالك لو انت في مصر، فالكشمير اللي انا بتكلم عليه خامة الكشمير، كشمير عامل زي الصوف، خامة بيتصنع منها البروفرات، مش لون الكشمير، هو ده اللي انا بتكلم عليه. ف يعني ده تنويه مش اكتر ولا اقل. بس كده، تشاو.